قلنا انه لو مثلا أنا عندي عنصر واحد، والعنصر الواحد ده لكن عنده كتلتين ذريتين مختلفات، واحدة مثلا 20 وحدة كتلة ذرية والتانية 22 وحدة كتلة ذرية. طيب حاجيب وزن الأول اللي هو 20 وأضربه في النسبة بتاعته. الأول ده نسبته 90%، تمام. وبعد كده أقوم أجمعه، أجيب وزن التاني اللي هو 22 وحدة كتلة ذرية، وبعد كده أضربه في نسبته 10%، اللي هي كم؟ 10/100. طيب في النهاية الناتج بتاعي حيطلع معاي كم؟ حيطلع معاي الوزن النهائي 20.2 AMU، يعني وحدة كتلة ذرية. طيب ده الوزن النهائي طلع معاي 20.2، معناها العنصر اللي اسمه النيون ده يعني هو أصلا متوفر قلنا في عنده نظيرين، واحد 20 واحد 22. أنا حقوم أعمل شنو؟ حاجيب لهم المتوسط، والمتوسط بتاعهم حيطلع 20.2. طيب بعد كده قال لي سميت هذه الذرات المختلفة للنيون النظائر أو الأيزوتوبس. طيب أيزوتوبس دي معناها شنو؟ الكلمة دي معناها نفس المكان. كلمة أيزوتوبس معناها شنو؟ نفس المكان. ليه سموهم نفس المكان؟ إشارة لأنهم في الجدول الدوري موجودين في نفس المكان. طيب الجدول الدوري ده أصلا شنو؟ الجدول الدوري ده حاجة هناخدها في الصف الثاني إن شاء الله. يلا، الجدول الدوري ده مرتبة فيه العناصر كلها. العناصر فيه مرتبة على حسب شنو؟ مرتبة على حسب عدد البروتونات، تمام، على حسب عدد البروتونات. طيب وإضافة لكده قال لي إنه اتضح إنه معظم العناصر عندها نظائر متعددة. يعني معظم العناصر لما هي تكون موجودة في الطبيعة بنلقى إنه عندها الكتل بتاعتها بتكون مختلفة. ليه الكتل بتاعتها مختلفة؟ لأنه كل عنصر عنده نظير. وليه أصلا النظائر كتلها مختلفة عن بعض؟ لأنه اختلاف في عدد النيوترونات، لكن عدد البروتونات بيكون ثابت، وعدد الإلكترونات برضو بيكون ثابت. طيب هنا دارين نشوف التعريف بتاع النظائر. النظائر للعنصر الواحد هي عبارة عن ذرات نفس العنصر تتفق في العدد الذري ولكنها تختلف في العدد الكتلي. طبعا عارفين العدد الذري ده عدد البروتونات أو عدد الإلكترونات، أما العدد الكتلي هو عدد النيوترونات مجموعة معاها البروتونات، اللي هو مختلفين يعني في عدد النيوترونات، وهذا يعني بالضرورة الاختلاف في كتلها. وما دامت نظائر العنصر الواحد تتفق في العدد الذري فلا بد أن يكون لها نفس الموقع أو المكان في الجدول الدوري. نحن اتفقنا إنه الجدول الدوري العناصر مرتبة فيه على حسب عدد البروتونات، وعدد البروتونات ده هو العدد الذري. يعني عشان إن هي حتتفق في العدد الذري حيكون عندها نفس المكان في الجدول الدوري. طيب يعني من هنا تطلعوا لي بالمعلومة بتاعت إنه الجدول الدوري الحديث بنرتب فيه العناصر على حسب الأعداد الذرية. دي أهم معلومة تطلعوا لي بها. تاني عايزين نشوف كتابة رموز النظائر. طيب يرمز للنظائر على النحو التالي: يكتب الرقم الكتلي على الركن الأيسر العلوي لرمز العنصر. طيب يعني العدد الكتلي حكتبه فوق بالشمال، شايفين كيف؟ هنا فوق بالشمال حكتب العدد الكتلي، والعدد الكتلي ده عدد شنو؟ عدد النيوترونات زائد عدد البروتونات. مديني مثال مثلا للنيون، مثلا نيون 22 ونيون 20، كلور 37 وكلور 35. وأهم حاجة قال لي إنه الهيدروجين عنده 3 نظائر. ال3 نظائر بتاعت الهيدروجين تتفاوت وفرتها النسبية في الطبيعة، وذلك على النحو التالي. طيب بالنسبة للهيدروجين مرة بكون عدده الكتلي 3، مرة بكون عدده الكتلي 1، مرة بكون عدده الكتلي 2. طيب نحن عارفين إنه عدد الكتلي وعدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. طيب لما هو يكون عدد الكتلي 1 معناها عدد النيوترونات هنا حيكون 0. عندي بروتون 1 لكن عدد النيوترونات حيكون شنو؟ حيكون 0. طيب لما يطلع معي 3 معناه شنو؟
معناها عندي بروتون واحد لكن عندي 2 نيوترون. طيب ليش ما قلت معناه إنه عندي مثلا 2 بروتون ونيوترون واحد؟ لا، ليه؟ لأنه لازم عدد البروتونات في كل ذرات الهيدروجين يكون ثابت، لأنه إذا حصل تغيير في عدد البروتونات نحن حنتحول لعنصر تاني. إذا عدد البروتونات حصل فيها تغيير حيتغير العنصر لعنصر مختلف تماما. عشان كده دايما حنقول إنه عدد البروتونات واحد والزيادة حتكون هي عدد النيوترونات. طيب مثلا لو كان العدد الكتلي 2 حنقول معناه شنو؟ معناه عدد البروتونات واحد وعدد النيوترونات واحد. وأكثر هذه النظائر وفرة هو النظير الأول، يعني فيه بروتون واحد وعدد النيوترونات 0 اللي هو هيدروجين واحد. ده أكتر نظير متوفر. أكتر نظير متوفر يعني شنو؟ يعني النسبة المئوية بتاعته كبيرة. نحن قبل لما اتكلمنا عن النيون قلنا إنه في واحد 90%، وواحد 100%، واحد 10%. ده بمعنى شنو؟ بمعنى إنه إحنا إذا جينا مثلا خديناه في حاوية تمام وقفلنا عليه وجينا شلناه من الطبيعة كده ساي، مثلا بالنسبة للنيون مثلا حنلقى إنه في نظير 90%، يعني مشكل لي كمية كبيرة شديد، وفي نظير 10% مشكل لي كمية بسيطة شديد. بالنسبة للهيدروجين لما أنا ألقاه في الطبيعة بلقى إنه الأكتر واحد المشكل لي نسبة كبيرة، ممكن تكون نسبة كبيرة مثلا 70%، 80%، 90%، حنلقاه الهيدروجين واحد. ده هو الأكثر وفرة. أما الباقين ديل شوية يعني بكون نسبتهم أقل، مثلا 10%، 5%، 15%، حاجة بسيطة. ويعرف بالهيدروجين العادي. اسمه شنو؟ اسمه الهيدروجين العادي. وأقلها وفرة هو النظير الثالث. يعني النظير الثالث ده نسبته نادرة، نادر مثلا يكون 5%، 10%، حاجة بسيطة. هو النظير الثالث والمعروف بالترايتيوم. معروف بشنو؟ بالترايتيوم. طيب بعد كده هنا مديني تدريب انه احسب الوزن الذري للكلور، علما بان للكلور نظيرين. طيب انا عايزاكم تحلوا التدريب ده مع الاسئلة اللي في التمرين اللي احنا ما كنا حليناها في الدرس الاول. يعني احنا في التمرين كنا حلينا 3، المرة اللي فاتت حلينا 3 و4. المرة دي عايزاكم تحلوا الباقين ان شاء الله. طيب الحاجات اللي عايزاكم تركزوا عليها في الدرس، أول حاجات اللي مثلا ممكن تجيكم في أسئلة في الامتحان، مثلا السؤال ده ممكن يجي بصح وغلط. لازم تعرفوا إنه كتل ذرات العناصر المختلفة تكون عادة أكبر كثير من مجموع كتل إلكترونات وبروتونات الذرة. يعني شنو؟ يعني إحنا لو جمعنا كتل الإلكترونات والبروتونات مع بعض حنلقى إنه لسه الذرة كتلتها أكبر، وده بسبب شنو؟ بسبب وجود البروتونات، بسبب وجود النيوترونات. تاني حاجة كمان تعرفوا لي إنه النيوترون جسيم متعادل وموجود وين؟ في نواة الذرة. تاني تعرفوا ليه الثلاثة جسيمات الأساسية اللي هي البروتون والنيوترون والإلكترون. وعندنا كمان برضو تعريف الذرة، كل التعريف ده. كمان عندنا العدد الذري، التعريف بتاع العدد الذري إنه على عدد البروتونات في نواة الذرة ويرمز له بالحرف Z. كمان تعرفوا إنه العدد الذري يساوي كذلك عدد الإلكترونات في الذرة. طيب وتاني عندنا تعريف العدد الكتلي اللي هو يطلق على عدد البروتونات والنيوترونات في الذرة بعدد الكتلة أو العدد الكتلي ويرمز له بالرمز A. وبرضو القانون بتاع حساب عدد النيوترونات بيساوي له العدد الكتلي ناقص العدد الذري، أي يساوي A ناقص Z. كمان عندنا الشحنات إنه البروتون موجب وإنه النيوترون متعادل وإنه الإلكترون سالب. طيب وعندنا تاني إنه الجهاز المستخدم لتحديد الكتل النسبية هو جهاز مطياف الكتلي. تاني عندنا هنا إنه أخف ذرة مساوية لوحدة واحدة بمقياس وحدة الكتلة الذرية. وبرضو عندنا المثال اللي بيشرح لنا إنه كيف نطلع الوزن الذري مثلا لحاجة زي النيون، لعنصر زي النيون، إنه موجود منه نظيرين مثلا. كيف حنقدر نحسب
بالنسبة بتاعته الموجودة. عندنا تاني تعريف النظائر. والنظائر العنصر الواحد ذرات لنفس العنصر تتفق في العدد الذري تختلف في العدد الكتلي. طيب وتاني إنه النظائر عندها نفس الموقع في الجدول الدوري، نفس المكان أو الموقع في الجدول الدوري، وإنه الجدول الدوري أصلا العناصر ترتب فيه على حسب الأرقام الذرية، يعني على حسب عدد البروتونات. طيب وتاني عندنا إنه بالنسبة للنظائر لما نجي نكتبها إحنا هنكتب الرقم الكتلي على الركن الأيسر العلوي لرمز العنصر، مثلا زي كده. وبرضو كمان نعرف إنه معظم العناصر عندها نظائر متعددة. بس كده نكون خلصنا الدرس التاني، ولو في أي حاجة حسيتوا إنها صعبة، حسيتوا إنها ما فهمتوها، حسيتوا إنه ما شرحت كويس، ممكن أعيد عليكم تاني إن شاء الله، ما في أي مشكلة.